هل سمعتم من قبل بتلك العبارة التي تقول لا تتعدى الحدود ترى تندم؟ في شخص رماها في الزبالة وراح تعدى أقصى وأشد الحدود تسمى بالحدود الحمراء. وأقصد بالحدود الحمراء هو أنه يمس بالدين الإسلام رسميا، هو قاعد يتمسخر على الله رسميا. هذا العقل جالس يدعي الألوهية ويتحدى الله سبحانه وتعالى. نعم يا شباب، إنه ديافلو. إلى الآن أنا لا أدري كيف امرأة تقدر تحمل هاي الزبالة مدة 9 أشهر في بطنها. دعوني أفكر قليلا. أجل صحيح، تستخدم السحر. يعني شوفوا فيها هذا المشعوذ أكيد مشعوذة. أوكي، أين الدليل أنه قاعد يتحدى الله؟ قدام وجهك وقدام جميع وجوه المشاهدين. ذا مش بس داعسها في الوصف، ذا داعسها كمان في التعليقات. مثلا هذا قال له إيش موقفك وأنت أمام الله يوم الآخرة؟ رد عليه بهذا الرد الاستفزازي كثيرا. وكمان لما حد قال له ما تخاف ربك أنت حرام ترى، ورد عليه برد يشبه. لو المشكلة إنه قاعد يضحك، يعني شي طبيعي، يعني كل بشتري كلب وأحلقه شعره وأسميه ديابلو، وأشتري كلب ثاني وأسميه يابلو، وأشتري كلب ثالث وأسميه لا إله إلا الله. ذا حاسب نفسه تشيز برجر، بس هو في الحقيقة مجرد عقل. احترم ربك اللي فوقك في السماء السابعة. كل نفس ذائقة الموت ثم إليها كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إلى ديابلو. على كيف أمك لو المشكلة إنه في ناس تعبده زي أخونا الملحد هذا، وشوفوا كمان كيف رد له. مش الشيطان اللي قاعد يوسوس له، هو اللي قاعد يوسوس الشيطان. وكمان في حد يعبده سوي هذا الميم. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن، اضحك. وصل الفيديو 10,000 مشاهدة وجوه 1000 لايك. وقل لهذا الشخص الله يهديك وبس.